السلام عليكم، مكملين في فقرة الأسئلة. السؤال اللي بعد كده من محمد، بتقول في الإنجليزي إزاي أسس طفل عنده 4 سنين الحرف شكله كابيتال وسمول بس زي العربي؟ ولا بتقول أديله زي العربي ولا أديله صوت وكلمات مع بعض ولا حاجة حاجة؟ طيب، احنا في العربي الطفل لازم بيحفظ الحروف مجردة الأول. يعني ايه؟ اقول له ايه؟ ألف همزة، باء نقطة تحت، تاء نقطتين عنده عينين، وبعد كده اقول له ألف همزة فتحة، بعد كده كسرة، إلى آخره. هي سؤالها مش على العربي. أعمل إيه لما أجي أعلم الطفل الحروف؟ بركز على اسم الحرف وشكله. بقول له ايه؟ ده اسمه A capital A small. capital يعني حرف كبير يا ماما، والسمول يعني صغير. A بس الاتنين واحد، ده A وده A. خد بالك في غلطة بيعملها كتير حضانات وناس كتير بتعمل ايه؟ بتديله الكابيتال الأول، A capital B capital C capital، ولما يخلص الحروف ارجع اقول له فاكر يا ماما الحرف الاي كابيتال اللي خدناه زمان ليه اخ تاني اسمه ايه سمول؟ منتهى التشتت، منتهى العبث في التأسيس. تمام؟ فبقول له A كابيتال A سمول. انا اسمي ايه؟ محمد. انا اسمي ايه؟ هنا. انا اسمي ايه؟ احمد. الحرف ده اسمه كده A بس ليه شكلين، A كابيتال A سمول، كبير وصغير. اركز على ايه؟ على اسمه، واقول له في نفس الحصه الاي صوته بقى ايه؟ انت ليك اسم وانا ليا اسم، بابا ليه اسم وانت ليك اسم، بابا ليه صوت وانا ليا صوت وانت ليك صوت. كل حرف ليه صوت بقى. ايه صوته؟ ايه؟ ا ا ا ا. يبقى انا كده قلت الحرف، قلت صوت. هي بتقول ادي كلمات عليه، اقول له فور ابل، 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 ويكون في ايدي تفاحه بلاستيك، تفاحه حقيقيه، واقول له ابل يعني ايه؟ يقول لي تفاحه. ا انت، انت يعني ايه؟ نمله. تمام؟ ما تجيش بقى تغلط تقول ا. تمام؟ كار. كار غلط، لان الاي هنا صوته دي حاجه تانية. انا بقول له انت A for apple، A for ant. The A makes a sound وامشي كده على طول بقى ايه لعند الحروف. انا هدفي الاساسي ايه؟ ان الطفل ياخد الحروف، وبنسبه 50% هيحصل الاصوات. لما ارجع تاني اقول له الاصوات من الاول يكون عنده 50%، وال50 التانية يكتسبها مع لما ارجع بقى اديله في الحصه 3 اصوات مع بعض. ده مهم جدا جدا. جاوبت على السؤال كله ازاي ناسس طفل في الحروف، وشكرا.